السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قاهر المجوس الأحوازي. ثامر السبهان السفير السعودي وكرههم إليه عراقيين، والإعلام الإيراني 24 ساعة يدق ثامر السبهان. خلنا أقول لكم من هو ثامر السبهان. ثامر السبهان أصله شيعي. نكون أنا مو طائفي، بس لازم تعرفون ثامر السبهان أصله شيعي. ومن دخل العراق مشى للشيعة وللسنة وللكراد وللمسيح، ورفض تخطيط الإيراني المجوسي بتقسيم العراق. فجماعتنا زعلوا السياسيين على ثامر السبهان شلون يمشي للكراد وشلون يلتقي بالشيعة والسنة. إيران تريد تنفرد بالعراق لحالها، ما تريد شريك وياها. يعني هم معقول إيران الحق معها انه هو اذا انت وظيفتك وانا اجي يعني ابى اخذ وظيفتك من عندك، اكيد يعني ترفض. فثامر السبهان ثامر السبهان رجل حكيم وعاقل ويعرف كيف يتصرف. إيران عندها أكثر من ميليشيا بالعراق، وهددوا السبهان بقتله واغتياله. الكثير يمشي يصرح بالإعلام إنه السبهان رجل استخبارات دفعته سعودية للتجسس على العراقيين، وهذا غير صحيح. العراقيين الحاكمين كل احنا نعرف، حتى العراقيين يعرفون، يعني مو بس يعني على جديدة، يعني 15 سنة ما سووا شيء للعراق. هو يعني يريدون تقسيمه، وسلموا أكثر من محافظة بإيدين داعش. والسعودية ترفض بتقسيم العراق، ترفض يعني قاطعا، ما تريد يقسمون العراق ويريدونها الفرس دولة ضعيفة أمامهم. هذا هو تخطيط إيران، أنه يريدون العراق دولة ضعيفة، وهذه السعودية رفضته وعلى سفيرها المحترم سفير ثامر السبهان البطل الشجاع الواجه الميليشيات كلها. وبالأخير احنا صرح هو يريد أو عربات مصفحة لحمايته، ورفضت الحكومة العراقية. فهددوا السبهان بقتله. منهم كتاب الإمام علي هم اللي يقولون، وكتاب الحسين ما أعرف ايش، يعني كثير بالعراق الميليشيات، وبقت أهل العراق هم من الميليشيات. فهنا السؤال يعني السنة بالعراق والشيعة بالعراق والمسيح والكراد، السبحان مشالهم كيلهم، وقالوا من السعودية احنا جاينا خادم الحرمين وصاني بالشعب العراقي ما اميز بين شيعي او سني ومسيحي وصابئي ويزيدي. العراقيين يبقون عراقيين كلهم، وهذا البلد هو اللي يلمهم. ايران ترفض بشدة انه هو العراق لازم شنهي نسيطر عليه، ونسيطر عليه بالطائفية. طائفية يعني السنة والشيعة يعني عرفناها احنا من زمان انه هو ايران جابت الطائفيه للدول العربيه، يعني ما كانت بالعراق سني وشيعي، السني متزوج شيعيه والشيعي متزوج سنيه، وكل احنا نعرف بالعراق قبل لا يسقط النظام، نظام صدام حسين. الجماعه الفرس ما يقبلون يعني ما يقبلون انه هو العراق يكون يرجع لحضن الدول العربيه، انه يريدونه وصرحوا انه هو العراق تابع لضيعة فارس. والعراقيين ذول الميليشيات وهي قاسم سليمان وربعه اكيد يعني ايد بايد وهي الايرانيين. ومن الصعب يعني العراق
انسوا يعني، انسوا يعني، بس اريد يعني انه العراق انسوا انه بقى دولة عربية، بس يعني بعد سنتين ثلاثة أربعة العراق يرجع لحضن الدول العربية، وهاي احنا متأكدين العرب العراقيين يظلون ظل دولة عربية، لا تابع ضيعة فارس ولا تابع شو اسمه سليماني. العراقيين دولة عربية، كل احنا نعرف العراق دولة عربية مسلمة، ما ايش مهما كانوا سنة او شيعة، العراق هو المهم دولة عربية. المطلوب هو من السبهان انه هو يترك العراق ويرجع للسعودية، هذا هو المطلوب من السبهان. والاعلام الايراني اللي يسمونه العراق هو طبعا يتكلم باللسان عربي، بس هو يعني ايراني، كل القنوات ايرانية داخل العراق، دائما يهددون السبهان، والسبهان هيك، والسبهان استخبارات. الرجل لا استخبارات ولا هاي، بس الرجل عاقل ويعرف كيف يتصرف. وبالاخير من مشى للكراد الجماعة اللي يحكمون العراق، هسه الميليشيات اللي تحكم العراق زعلوا شلون السبهان يمشي للكراد، وشلون يريد يتعامل ويا الكراد وما يجي يتعامل ويا الحكومة في بغداد. هذا هو نهاية الكلام، انه هو تخطيط ايراني، وايران ما تريد السبهان وما تريد تدخل سعودي في العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.